السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة صاحب الكورة. كل سنة وانتم طيبين يا زمالك. حلوة الأيام، محلى الأيام معاك يا زمالك. أهلا بيكم في قمة الجولة العشرين. الزمالك زمالك الروح، زمالك الإصرار، زمالك القوة، زمالك السرعة، يفوز على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء. تسجيل حسام عبد المجيد من ضربة جزاء. يلا بينا ندخل على الفيديو والحماس في اعلى درجاته. بس قبل ما ندخل على الفيديو ما تنساش تحط اللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبالمره هات خربوش شاي معاك وتعالى اقول لك نقط قوه بيراميدز ونقط قوه الزمالك عشان ارسيك قبل ما نخش في اللقطات. نقط قوه الزمالك عنده نقط قوته في خط وسطه وخط هجومه. خط وسطه منسله في محمد شحاته وعبد الله السعيد، خط هجومه منسله في الاسطوره ناصر منسي وبخوان بيزيرا البرازيلي الساحر. ممكن حد يقول لك نقطه قوه بيراميدز هو محمد الشيبي، انما انت كده بتختزن الفريق كله. فريق قوي جدا عنده كل العناصر دي في لعيب واحد. اما بيقدم بيلعب عرضيات ممكن تخلص لك 3 بونت، انما برضه عنده مشاكل في ظهره، مساحات كبيره بيسيبها. ما ينفعش تخزن قوه بيراميدز في محمد الشيبي، لانه اقوى خط عندهم هو خط الوسط اللي فيه 3 لعيب الكوره جدا. عندهم مهند لاشين لعيب دفاعي قوي جدا، ده غير ان هو عنده كوره عاليه جدا. وعندهم ناصر كوستا وعندهم وليد الكارتي. الثلاثه دول هم اقوى خط في بيراميدز وهم نقطه القوه. تعال اقول لك خصائص كل واحد وايه اللي بيميزه عشان اقول لك احنا اتعاملنا معاهم ازاي. يعني عندك ناصر منسي لعيب بيستلم في وسط الخطوط، لعيب بيعرف يلعب كوره في مساحات ضيقه. هقول لك ازاي في اللقطات اللي جايه احنا اتعاملنا معاه ازاي. عندك الكارتي برضو بيعرف يلعب كوره حلوه قوي، لكن ما بيعرفش يلعب في المساحات الضيقه. ده لعيب بيكمل ورا المهاجم، لعيب بيخش جوه المنطقه بيعمل زياده لبيراميدز. مهند لاشين بقى، مهند لاشين لعيب قوي جدا، واقول لك احنا اتعاملنا معاهم ازاي عشان نقلل من خطوره خط الوسط ده. يبقى انا كده قلت لك نقط قوه الزمالك كعناصر في الفرقه ونقط قوه بيراميدز كعناصر في الفرقه. هخش معاك بقى على ايه؟ على اللقطات. اول كوره في المباراه في الدقيقه الاولى، الزمالك بيقول لك من غير كلام كتير يلا بينا نخش في التقيل. عايزك تبص في الكوره بتاعت الدقيقه الاولى دي، شفت لعيبه وسط الملعب شتت الكوره عاديه. يعني لو ناصر اصلا ما راحش ضغط محدش يقول له انت بتعمل ايه يا ابني، الكوره اصلا مش بتاعته ولا مطلوب منه ان هو يضغط في كوره زي دي. دخل وقطعها من المدافع وعمل ربكه للمدافع. اما دخل عليه واحد كمان عداه كمان بالقوه والاستقتال والقوه البدنيه. وغير كده شوف دقه عرضيته على حدود 18. وشوف لعيب وسط ملعب الزمالك خد من لمسه واحده على الطاير فيرست تايم، جت في العارضه اتزحزحت عشان تشيل. الله على الجمال. تاني فرصه لبيراميدز بقى في الدقيقه 3، محمد اسماعيل بيغلط في الطلوع بالكوره فبالتالي بتروح لزلاكا. زلاكا بيلعب 1 2 جميله مع مايلي، سد التسديده من حدود منطقه الجزاء، لان انت في مرحله التحضير فبالتالي مفيش لعيب وسط ملعب، مفيش ديفندر، مفيش 8، مفيش اي حاجه، كله فاتح عشان احنا في مرحله التحضير. اخطر كوره على اي فريق اما تكون انت في مرحله التحضير وتغلط، لانها بتبقى كارثه. الحمد لله زلاكا شطه وجت فوق العرض. في الدقيقه الرابعه فرصه ثانيه لبيراميدز. بيراميدز في اول 5 دقايق بيضيع اكتر من فرصه خطيره على مرمى الزمالك، بعد كده الزمالك بيقدر يلم نفسه ويعدي الوقت ده. هتلاحظ ان الكوره من كريم حافظ عكس اتجاه اللعب عند مصطفى فتحي من لمسه واحده، هو ده اللي عمل المساحه وخلق المساحه لمصطفى فتحي. مصطفى فتحي كمان على الرغم ان هو كان مضغوط عليه رقص واحد واثنين وحاول يباصي. اما باصه بقى هنا كان المفروض لعيب الزمالك ان كان فتوح او بنتايج حد فيهم يكون موجود في المساحه، كان المفروض يضغط اشرس من كده. هنيجي بقى لفرصه جديده لبيراميدز في الدقيقه 10. هتلاحظ في الكوره دي ان التمريره الطوليه بتاعه محمد الشيبي هي قويه جدا وامكانيات لعيب فرديه، فما تقدرش تعدي فيها اي خط من خطوط الملعب او اي لعيب في الملعب. انما بقى بعد ما الكره اتلعبت العرضيه واكتملت ولعيب بيراميدز لعب العرضيه جوه ال 18، فين لعيب نص الملعب؟ اصل دي مش في مرحله التحضير زي الاولانيه، لا انت هنا فريق بتدافع كخطوط كلها راجعه. فين لعيب السته هنا؟ محمد السيد جاي بيجري ورا اللعيب ليه؟ المفروض لعيب يكون مستنيه مش بيجري وراه. ما ينفعش هو يسبقك ناحيه جونك، انت اللي تكون مستنيه. دي اعتبر على محمد السيد في اللقطه دي بصراحه، لان هي لو كانت جت جون كانت هتقلب الماتش. اول ما لقيت الفرصه دي قلت لو شحاته ما فاقش النهارده كلاعب 6 نص ملعب وقام بالدور ده على اكمل وقت هنخسر الماتش، لان دول عندهم نص ملعب فتاك. الزمالك فرصه كده في الدقيقه 16، هتشوف ازاي محمد السيد فوت الكوره بالكعب وعدى 2 لعيبه بتمريره من نص ملعب بيراميدز لناصر منسي. هتشوف بقى في ناصر منسي وتحركه الذكي ازاي خد المدافع معاه وفضى مساحه. يعني شوف خروج ناصر منسي لبره المنطقه، خد المدافع معاه فضى مساحه كبيره قوي لاخوان بزيره يتدلع فيها زي ما هو عايز يتمرقع. وفعلا هو اتمرقع بجد. يعني انت رايح بالكوره دي سهل قوي ان انت تاخد خطوه والتانيه وتشوف بقى. انت استنيت لحد ما المدافع جه وقرب منك وخنق لك مساحه الشوط وبتفكر تسدد لوب ليه ما اعرفش. انت شفت الشناوي طالع. يعني الزمالك في الدقيقه 16 فرصه جديده، ناصر منسي بيستغل خطا المدافع. ناصر منسي بيصنع كره لنفسه، يعني بيستغل خطا المدافع بياخد الكره بدل ما كنت شوط يا ناصر كنت استنيت بزيرة جاي لك كنت اديتها له كان جول مؤكد بنسبه 100%. استعجال بس شويه في الكره دي، انما الكره هو اللي خلقها لنفسه. في اخر دقيقه من الشوط الاول الزمالك بيضيع فرصه عن طريق ناصر منسي اللي مكهرب الدنيا اللي خاضت بيراميدز. في بدايه الهجمه كانوا هم بيحضروا الكره عادي جدا، هتبص تلاقي احمد فتوح متوقع الغلط،
بيغيروا الملعب من الباك اليمين للباك الشمال، قام فتوح داخل فيها بكل سرعته ولاعيبه من لمسه واحده لناصر منسي. ناصر منسي بقى عارف ان المدافع اللي جاي يضغط عليه جاي على سرعه، راح واخد اتجاه الكره للناحيه الثانيه، راح مرقصه، فتح لنفسه كل الزاويه، لكن للاسف جت جنب العارضه في الدقيقه 51. اول فرصه للزمالك في الشوط الثاني. هتبص تلاقي ان بيراميدز بتغلط تاني في التحضير، ما اكتفوش بغلطه الشوط الاول اللي بيغلطوا تاني في التحضير في الشوط الثاني، بتروح لشيكو بانز. شيكو بانز بيلعب بسرعه على احمد فتوح. احمد فتوح بقى انا مشكلتي معاه انه ما كانش يرفع الكره دي بقوه ولا عاليه. الكره دي لو على الارض مع حارس طويل زي احمد الشناوي ما كانش هيلحق يجيب، وخصوصا ان الكره قريبه، يعني انت خلاص خطوه هتكون جوه منطقه الجزاء. في الدقيقه 55 اهم لقطه واحسن لقطه في الماتش ده كله، لقطه ضربه الجزاء. هتبص تلاقي ناصر منسي الكره الطويله برده وحشه، مش ملعوبه حلو، بيضغط على المدافعين، بيستمر في كهربه المدافعين، عامل اكنك موصل فيش الكهرباء، ولاعيبه بيراميدز عاملين جوز، مغضوضين منه، مرعب. كمل ضغط، دخل على الحارس، دخل على المدافع، خد ضربه جزاء. احلى شوطه يا شناوي، تسلم يا شناوي. شوط رجل ناصر منسي بضربه جزاء ب3 بونت غاليين صدارين الدوري، مانيش شايف حد، يعني كله تحتي. يعني بيراميدز هتلاقيه 3، الاهلي هتلاقينا 4، سيراميكا مش عارف 6 ولا ايه. لازم تنفخ قوي على مار وتعمل كده وتفرد صدرك او كده عشان تبين يعني ان انت بطل وتطلعنا من كاس مصر. فينك في الدوري تحتي. وشوف ضربه الجزاء ملعوبه بمعلمه من المعلم حسام عبد المجيد في الشوط. الكره مش ملعوبه على الارض، الكره مش ملعوبه عاليه، الكره ملعوبه في ارتفاع متوسط، وفي نفس الوقت قوه انفجاريه عاليه. يعني ولا ميت شناوي لو جبت مانويل نوير تريشتجن مش هيصد. الشناوي عمل ماتش كبير بس مش هتتلمس دي، بيعمل لك كده الشناوي، فاكر نفسه هيلمس في المنام. يلا روح نام يلا. في الشوط الثاني بقى اول فرصه لبيراميدز اصلا من فاول ثابت، ما جوش الشوط الثاني غير في الدقيقه 64. كره فاول بتشاط، الحيطه واقفه صح بتاعت الزمان، الحارس واقف صح ماسك زاويته، بيترمي صبحي بيشيل الكره بايديه الاثنين على جنب من جنب الملعب، نموذج للتصدي. حلو قوي ان يكون عنده اتنين حراس، ده بيشيل وده بيشيل. فرصه جديده للزمالك في الدقيقه 65، عمل عليك فرصه في الدقيقه 64، عملت عليهم فرصه في الدقيقه 65، انا مش هسكت لهم، انا الزمالك. رحت واخد الكوره كورنر لبيراميدز، خدت الكوره، شوف الابعاد بمعلمه، المدافع بتاعك بيشيل الكوره على لعيب من الزمالك، من لعيبه وسط الملعب، لعيبه وسط الملعب بيلمس لمسه واحده لبزير. شوف سرعه بزير بقى الانفجاريه الماتش ده، كل كوره بياخد ويعدي، عدى المدافع وشاط كوره نموذج، لكن تالق لاحمد الشناوي بصراحه. شوف الهجمه برضو انتهت في كام ثانيه، 3 4 ثواني كنت بتجيب جول. انت بتوصل رساله للفرق اللي هتقابلك بعد كده ان انا مرتداتي هتكون سم قاتل. فرصه جديده للزمالك في الدقيقه 70. الفرص الماتش ده زي الرز، زي الرز كتير قوي. بنروح بالمرتدات لان دفاعك بيشتت على لعيب، يعني الكره بتاعت الدقيقه 70 دي اتشتت على شيكو بانزا. شيكو بانزا بينقل نقله سريعه بعد ما بيعمل قوه وسرعه في التحرك رهيبه، بيلعب بقى لناصر منسي. ناصر منسي كان المفروض الكره من شيكو بانزا بقى تبقى صاله لقدام اكتر من كده، الكره كانت سريعه ومش لقدامه، فهي دي اللي اخرته في عمليه التسديد، لكن هو برده كان يقدر يتعامل فيها احسن من كده. يعني الشوطه في الاخر سهله في ايد الشناوي، لكن احنا فرصنا كتير، احنا عاقلين، احنا راسيين، دفاعنا واقف صح، بنتعامل مع العالي صح. فرصه جديده للزمالك في الدقيقه 72، اقل ما يقال عنها ان مدرسه الفن فتحت يا جدعان. شوف الكوره مثلث هجومي رائع، شحاته، عبد الله السعيد، احمد فتوح بيعملوا مثلثات وباصات كتير. وشوف الاول الهجمه ترقيصه خوان بيزيه اللي عدت لك لعيب بيراميدز وفتحت لك المساحات. بعد ما عدى مثلث رائع زي ما قلت لك، بيروح بيتنهي عند خوان بيزيرا برضه اللي بادئ الهجمه، وشوطه رائعه بتصدر احمد الشناوي. احمد الشناوي بعيد عن ضربه الجزاء اللي دخلت فيه وعمل ماتش روعه، مش عارف جاي منين ده. احمد الشناوي صدر الاهلي تحس ان ايده مقطوعه، بيخاف يفرد قصادنا، عامل فيها بقى ابن النادي بقى والشغل هيسيب، عمال يجيب لك كور من 90. بيراميدز في اخر 10 دقايق بدا يضغط، بدا يعمل خطوره، فبالتالي بدا يخلق فرص. انا عايز اتكلم بقى على فرصه بتاعت الدقيقه 82. انت يا شيكو بانسا، انت بتعمل ايه يا شيكو بانسا؟ انت كاراتيه اقل ما يقال عنه، انت ما ينفعش تبقى لعيب كوره يا ابني. شيل الدقيقه 82، انت معادنا على اعصابنا ليه؟ لكن بعد ما بيغلط شيكو بانزا في التشتيت بيطلع بينتيك من تحت الارض اسد، بيبلك له كوره كانت ممكن تقلب الماتش. خلصنا اللقطات، نخش بقى على فقره التقييمات، الحلويات، الجمال. النهارده اللعبه كلها تاخد تقييمات عاليه، ما ينفعش تبقى انت مديني اللي انا عايزه وانا ما ادكش تقييمات عاليه. اللعبه كلها تستاهل النهارده تاخد تقييمات عاليه. عندك حراسه المرمى محمد صبحي، مفاجاه ان هو كان يبدا، لكن باين عليه حارس جاهز، يعني نزل وسد بصراحه، كورتين 3 اللي جم عليه تعامل معاهم بشكل صحيح، 8 من 10. الاثنين قلوب دفاع، حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، الاثنين ادوا اداء هايل مع التعامل مع العرضيات، الاثنين ادوا ماتش قمه في الروح والقتاليه، لازم ياخدوا تقييمات عاليه. عندك حسام عبد المجيد مفيش كوره عرضيه جله فيها، مفيش كوره فيستون خدها منه، يستاهل 9 من 10. ليه؟ انت بتمسك مهاجم من احسن المهاجمين في الدوري، ان ما كانش الافضل طبعا بعد اللي موجودين في الزمالك، لان احنا عندنا هداف الدوري وواحد من احسن اللعيبه اللي جت في مصر دلوقتي. محمد اسماعيل يمكن غلطه واحده
اللي غلط فيها في طلوع بالكوره، لكن قمه في القوه، قمه في الاراده، قمه في الحماس. تستاهل النهارده التمانية من عشرة. اتنين باكات محمود بنتايج والناحيه التانيه محمد ابراهيم. محمود بنتايج النهارده عمل ماتش هجوميا مش طالب منك اي حاجه، لان انت بيلعب عليك الشيبي ومصطفى فتحي لعيبه قويه جدا في بيراميدز، فما كنتش طالب منك اداء هجومي. الاداء الدفاعي باستثناء اول 10 دقائق اللي كان فيهم عرضيتين ثلاثه لبيراميدز مثلوا خطوره وفرص حقيقيه على مرمى الزمالك، هم غير كده ما جوش. تاخد النهارده 7 من 10 عشان الفرص اللي جت في اول الماتش دي لازم تتعامل معاها انت بشكل احسن من كده. 100 مره اقول لك يا بنتايج اضغط اضغط يا بنتايج على اللعيبه اللي بتلعب على خط. محمد ابراهيم كان بيلعب على جبهه خطيره جدا في بيراميدز فيها زلاك، وده لعيب لوحده كارثه، كارثه ان انت تلعب عليه واحد على واحد. قد ماتش على قد امكانياته العاليه جدا اللي هو بيتطور بشكل ملحوظ، لكن لسه عندك اعلى من كده بكتير، ولا واثق فيك خامه كويسه من قطاع الناشئين بتاعه يوفر لك ملايين ويريح دماغك. 7 من 10. محمد شحاته اول ما شوط علينا كورتين في اول 10 دقايق قلت نص ملعبنا مش في حالته هنشيل النهارده، لا رجع واستأسد. الولد بيلعب على نص ملعب يا جدعان مش عادي، اوعوا تستقلوا بنص ملعب بيراميدز. احنا النهارده لازم ندي لعيبتنا حقها، يعني لعيب زي ده ما ياخدش اقل من 9. 9 برضه. اللعيبه تقريبا انها تبقى في 9 و10 و8، محدش هيقل عن الثمانية كتير. غير طبعا اللي احنا كلنا عارفينه اللي بيبدأ بحرف الشين ده كله عارف. محمد السيد 8. عندك عبد الله السعيد لازم ياخد 8 و8 ونص كمان. عندك خط هجومي ناري، في ناصر الاسطوره منسي، ده ما ينفعش تقال ناصر منسي كده حاف، ده ياخد العشرة من 10 وسام عليكم. بقول لك يا عم اديني العشرة، انت لو ما اديتنيش العشرة تبقى راجل جاحد، وانا لازم اوصل اديك العشرة طالما بتفرحني وبتبسطني وبتعمل لي اللي انا عايزه في الملعب، خلاص خد العشرة يا ابني. عندك البرازيلي خوان بيزيرا اللي كان عامل خط هجوم باسمه، يعني قول بيزيرا قول خط هجوم. لازم كلمه تكملتها كده النهارده. ليه بياخد الفرقه؟ احمد سامي ما بقاش عارف يعمل معاه ايه، لعيب خبره في الدوري بقاله يجي 6 7 سنين ما بقاش عارف يعمل معاه ايه. ضرب بس، وغير الضرب بيعدي، بيعدي سباقات سرعه بيكسب. هتعملوا معاه ايه ده؟ ده هيكهرب الدوري المصري. 10 من 10 بيزير اللي فيها مصطفى فتحي والشيبي، فدي جبهه خطيره جدا. كان لازم اقفل عليها باتنين دفاعيين وفي نفس الوقت استغل سرعات بنتايج او فتوح في ظهر الشيبي لو قدم. شابوه معتمد جمال. 8 من 10 يا احمد يا فتوح. اما اتطلب منك تخش للقلب لما نزل شيكوبانزا عملت اللي عليك. دي بالنسبه للاعيبه اللي لعبت المباراه. طب اللعيبه اللي نزلت من على دكه البدلاء بقى، عندك مين اللي نزل؟ عندك احمد ربيع 100 100، ياخد النهارده 7 على الفتره اللي هو لعبها لانها ما كانتش كتير، لكن ادى اللي عليه. اللعيب اللي بينزل بيعمل فرق، بيضيف للفريق، بنكسب. بنكسب والقطر ماشي والدنيا ماشيه. عاش قوي يا احمد ربيع، لو عمل اصابه بجون ومؤدي النهارده اداء 10 على 10. كنت بتوقع ان انت تبدا، لكن النهارده اللي لعبوا برده سدوا. انا ما ينفعش الوم على المدرب، هو منزل لعيبه هو اللي شايفهم في التدريبات، اللعيبه ادت الاداء المطلوب منهم، النتيجه اللي مطلوبه منهم تمام قوي كده. ما ينفعش اقعد نعلق يا جماعه على المدرب ونقول التشكيل وكل واحد هيعمل فيها مدير فني، حتى لو انا مش مقتنع بلعيبه او اتنين في التشكيل، لكن طالما اللعيبه ادت اللي عليها يبقى خلاص ماليش حق ان انا اتكلم طالما الناس دي شايفه شغلها. العفريت الانجول شيكو بانزا 5 من 10. وبره النادي بقى، بره النادي وقتك زاد قوي. يعني اول ما نزل يا معتمد يا جماعه، دي اللوم الوحيد اللي عليك في الماتش كله. اول ما نزل انا بقيت قاعد اعمل كده. ليه يا معتمد؟ طب ما احنا في غنى عن ده كله. تبديل قصب بقصب، خروج ناصر منسي الاسطوره ودخول عدي الدباغ، الاثنين بيأدوا اللي عليهم، لكن عدي ما لعبش فتره كبيره وما اقدرش اقيمه. في الختام بحب اشكركم وبقول لكم ان احنا فزنا بمعركه كرويه، ده مش ماتش عادي، ده ماتش من الماتشات المهمه جدا في الدوري، انا بشوفه اهم من ماتش الاهلي، يعني ده اصعب من ماتش الاهلي. لازم نركز ونركز في الماتشات الجايه، احنا لسه ما خدناش بطوله، لكن احنا خدنا عقبه صعبه وفزنا بعقبه صعبه في طريقنا للبطوله. نادي الزمالك يسير على الطريق الصحيح، نادي الزمالك يا رب دايما على منصه تتويج. الف مبروك لكل ما هو زملكاوي. لو عايز فرحتي تكمل وتبقى فرحتي فرحتين، حط اللايك والاشتراك ومش هيخسرك حاجه لانه مش بفلوس. سلام.